السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معلش امبارح ما عرفتش اعمل لكم فيديو، فكنت تعبانه يعني وكده يعني. ف بس جاي لكم بقى فيديو تقيل زي ما بيقولوا كده. كده انتوا شايفيني حلو؟ بصوا يا جماعه، انا بصور والله العظيم. ظبطت الموبايل كذا مره، مش عارفه انا هبقى موجوده ولا لا. المهم اهم حاجه المنتجات، ركزوا بقى في المنتجات. تمام؟ ماشي. خلي ده كده على جنب شويه، يلا نبدا. بصوا يا جماعه، اول حاجه هنتكلم النهارده في الشاور، روتين الشاور. روتين الشاور العادي بس في الشتاء. لان في الصيف انت بتستحمي كل يوم كل يوم، تاخدي الشاور بتاعك كل يوم، فبالنسبه لك بتبقى خلاص بقى الجسم كده كده نضيف، ما انتش عايزه كل يوم سكراب، مش عايزه كل يوم مثلا ليفه خشنه، الكلام ده كله. انما في الشتاء ممكن تقعدي يومين ما تاخديش الشاور بتاعك مثلا، في ناس كده. ف... فبتضطري بقى ان ايه، يبقى حمام مضاعف ونظافه مضاعفه. طيب يلا نخش بقى ايه نتكلم. مش عارفه والله هبدا ازاي وابدا. يا رب ما توشي. واللي عنده سؤال يكتبه. انا حاطه كده ايه، هنمشي كده. يعني انا مظبطه المنتجات، هنمشي كده. اول حاجه الليفه هو صح كده. ماشي. بصوا يا جماعه، يعني اول حاجه هتفتحي السخان بتاعك. لو انت بتفتحيه يعني افتحيه مثلا لحد ما يفصل، او في ناس بتسيبه مفتوح بقى. مش دي قصتي، المهم ان يبقى عندك كميه ميه سخنه في الحمام كتيره في السخان. اوكي. ليه؟ لان احنا دي اهم خطوه في الشاور كله في حياتنا يعني. اول حاجه يا جماعه، انت هتخشي تاخدي الشاور بتاعك، تكوني رايقه، حاولي تكوني رايقه، حاولي تكوني مفضيه نفسك، حاولي تكوني مخلصه كل اللي عليكي، بحيث تعملي خطوات الشاور الصح اللي احنا عايزينها انا هقولها لكم دي. ماشي. انت هتخشي دلوقتي الشاور يا جماعه، هتقفي تحت الدش، او لو عندك بانيو يبقى كده انت ما شاء الله حلو. اقفي تحت الدش مثلا، او اقعدي في البانيو مثلا 10 دقائق. طبعا احنا بنخاف برضو ان الميه تبرد او ناخد برد او الكلام ده كله، فانت ما تكتريش عن كده ان شاء الله، يعني جسمك هيبوش ويبقى طري وحلو، بحيث انت تقدري تعملي كل الخطوات اللي هنعملها دي. بعد ما وقفتي 10 دقائق، مش اقل من 10 دقائق يا جماعه. اعملي ايدك كده مثلا، اعملي في ايدك كده بضفرك يعني بالراحه يعني. شوفي جلدك طري، يعني طري تقدري تعملي فيه حاجه، ولا تفضلي مثلا تضغطي عليه جامد فيحمر فيلتهب في الكلام ده. ده الاختبار انا بعمله. انت لقيتي جلدك بيبقى طري معاكي كده، وممكن يطلع معاكي مثلا اللي هو جلد متوفي ده. يبقى انت كده فل، يبقى كده انت ماشيه في السليم يعني. طيب. اول ما خلاص انت جلدك بقى طري، وانت ما هتستقبلي بقى كل الحاجات دي، امسكي بقى ايه، الليفه بتاعتك الحلوه. بصوا يا جماعه، انا كلمتكم في فيديو قبل كده عن الليف، وروحوا شوفوه برده، يعني كنت متكلمه مفصل اكتر من كده. دلوقتي تبقى خطوه بس، فمش هتكلم كتير عنها. بصوا يا جماعه، أنا قلت لكم قبل كده ان انا لسه ما زلت معتمده على الليفه دي. وانا شايفه ان هي حلوه قوي قوي، واستمروا عليها وجميله جدا جدا يا جماعه. وقلت لكم بالنسبه للتهويه، وان الدكاتره بيخوفوا من التهويه، وان هي بتلم ميكروبات والكلام ده كله. لو انت عندك تهويه حلوه في الحمام، اعصريها جامد. حطيها لو عندك اللي هو الحامل اللي يبقى كذا رف ده، حطيه في الحامل، وهو خلاص بعد ما اتعصرت، ويبقى تحتها تهويه طبعا، والشباك مثلا مفتوح. اطمني يا جماعه، مفيش حاجه اسمها تلم ميكروبات والكلام ده كله. ان شاء الله يعني، توكلي على الله، اعقلها وتوكل. هتلمي ميكروبات ليه؟ ما انت غسلاها غسلاها حلو جدا بعد ما خلصتي. دي اهم حاجه. وحطيها في الحامل بتاعك ده، وخلاص سيبيها كده، عمرها ان شاء الله ما هتلم ميكروبات باذن الله. وقلنا قبل كده ان اهالينا كلهم استحموا بدي، يعني شاور اهالينا كله بدي الحمد لله. كانوا تمام وزي الفل. طيب خلاص، خلصنا من دي. عندك اوبشنات تانية، دي انا قلت لكم قبل كده، انا كنت جايباها بس من السعوديه، مش بلاقيها في مصر هنا. دي يا جماعه، يا رب تكونوا شايفين المنتجات. يعني انا خايفه جدا جدا بعد ما اخلص الفيديو، ومش قادره اعمل تيست تاني يعني بصراحه. دي اللي كنت، بس كانت بتبقى خشنه من هنا اكتر. دلوقتي خلاص بقيت استعملتها كتير، فما بقتش خشنه من هنا قوي، فما تنضفش قوي يعني ايه. او عايزه بعد ما تخلصي الحمام التمام، تعملي اعاده ليها، هي او دي. تمام. لكن الاساس، الليفه الاساسيه يا ده يا دي. خلاص خلصنا من الليف. طيب اهو، ما تقعوش تاني بقى. كده خلصنا من الليف الحمد لله. طيب تاني خطوه ايه يا جماعه؟ في نقطه مهمه جدا جدا قبل ما نخش على الخطوات. انت جسمك هتعرضيه لدرجه حراره عاليه. جسمك فقط، اوعي شعرك لا، راسك لا، نهائي نهائي نهائي. انا كنت بعمل الحركه دي، يعني انا كنت ما بحط على راسي ميه سخنه زي جسمي. كنت احس ان جسمي كله دافي وكده، ومبقاش سقعانه في الحمام. تاني ده كله كان بيموت الجدره، بيموت البصيله. يا جماعه اغسلوا شعركم، معلش هتبقى، انا عارفه انها صعبه شويه. هتغسليها بميه فتره يعني على قد ما تقدري، دافيه زي ما بيقولوا. طيب. هقول لك على شامبوهات. جربتها جميله قوي، ما فيهاش سلفات وبارابين والكلام ده كله. فبالنسبه لي
جربت بتاع افريكانا حلو، جربت بتاع بليزا ممتاز وانا قلت لكم عليه قبل كده. انا مش هحط اوبشنات كتير يا جماعه عشان ما تتوهوش مني. فبالنسبه لي كده خلاص احنا غسلنا شعرنا بالشامبو. يا جماعه الشامبو ما فيش حاجه اسمها ايه، حد يقول لك هاتيه بالارجان وبالعسل وبالزيتون وبالصلصه. ما فيش حاجه يا جماعه، الشامبو فقط بينظف الشعر بس. اللي يقول لك اصل هاتيه بالارجان عشان يطول شعرك كذاب، اللي يقول لك هاتيه بزيت الخروع عشان يتقل شعرك كذاب، اللي هيقول لك هاتيه بزيت مش عارفه اللوز ايه عشان يكثفه او ينعمه او يشيل التقصيفه برده كذاب، مع احترامي للجميع يعني. الشامبو بالظبط بالنسبه لي كده صابونه، هو بيغسل الشعر فقط، بينضف فروه الراس، وده اللي احنا عايزينه منه، ما تتوقعيش منه اكتر من كده. طيب بعد الشامبو خلاص نخش بقى على ايه، يا اما بلسم يا اما حمام كريم. لو انت معاكي وقت حطي حمام كريم، مش معاكي وقت حطي بلسم مثلا، هتحطيه 5 أو 7 دقايق، ما تكتريش عن كده. طبعا حمام الكريم والبلسم قلنا قبل كده ما تحطوش على الجلده خالص نهائي، على الفروه ولا الجذور نهائي، هتلاقي شعرك نازل معاكي كده وانت ماشيه. طيب برضو مش هحط اوبشنات كتير يا جماعه، مش عايزه اكرر الكلام عشان ما تزهقوش. انا برضو البلسم بتاع بليزا حباه جدا 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 جدا، تحفه يا جماعه، قوامه جميل وناعم وعامل زي ما يكون كريمي كده، تحفه بصراحه. قلت لكم اللي هو برضو ده اللي هو من كيلوباترا، ده قلت لكم ان هو ترتيبه وسط او اقل من الوسط، يعني مش حباه قوي، انا فقط بخلصه. وممكن بقى اللي هو برضو الو ايفا بالارجان ده برضو ترتيبه وسط. انا جايبه المنتجات دي يا جماعه قدامكم حتى لو هي ترتيبها وسط او ترتيبها وسط، لان ممكن تكون ده معاكي ترتيبه حلو وده معاكي ترتيبه حلو، لان يمكن طبيعه شعرك غير طبيعه شعر. فزي ما انا قلت لكم انت طبيعه شعرك غير طبيعتي، فما تعتمديش على كلام اي حد ب 100%. تمام. طيب في مثلا طيب انت معاكي وقت دلوقتي في الشهر، معاكي وقت، هتعملي ايه؟ اعملي بقى خليكي حلوه، اعملي حمام كريم. معاكِ مثلًا حمام كريم، أنتِ أي حمام كريم أنتِ يعني مرتاحة عليه. أنا بالنسبة لي مثلًا أفريكانا كويس بالنسبة لي. شوفوا برضه الأول عشان كذا حد قال لي قرّبي وثبّتي المنتج شوية، حتى لو عارفينه يا جماعة معلش استحملونا شوية عشان الناس التانية لو مش عارفة والّا حاجة. ده أفريكانا حلو. بليزا، بليزا برضه قُلت لكم قبل كده إن هو ترتيبه 7 من 10، 8 بالكتير أهو، حلو برضه يعني مش وِحِش. ماشي؟ طيب ده بالنسبة لحمام الكريم. نسيت بقى اجيب الكيس اللي بنحطه على حمام الكريم في الشاور في الحمام. فانتوا طبعا عندكم اكيد مثلا لو ما عندكيش خالص جيبي اي كيس بلاستيك عندك، بس حاولي يكون خفيف، يعني ما تروحيش تجيبي مثلا كيس صيدليه ولا كيس اللي هو بيبقى تقيل، ده بيبقى رخم يعني، وهتحسي ان انت مش مرتاحه فيه. حمام الكريم يا جماعه هتسيبيه لحد ما تخلصي الشاور. بالنسبه للبلسم كفايه قوي 5 أو 7 دقايق. أنا طبعًا يعني نسيت أقول لكم أهم نقطة، بس طبعًا أنتم أكيد عارفينها. بالنسبة لغسالات الجسم، غسولات الجسم أو اسمه إيه shower gel، مثلًا فريدة، عندِك أي shower gel استعمليه، بس حاولي يعني إيه يكون بيرغي والكلام ده عشان تتبسطي. آمم بالنسبة للروايح، الروايح ما بتثبتش يا جماعة أكتر من ساعتين، لو حاجة قعدت أكتر من ساعتين بيقولوا لي عليها أنتم. أنا جربت ده ما بيقعدش أكتر من ساعتين، جربت مود برضه، يعني أنا حبيت مود عن فريدة على فكرة، مع إن فريدة مكسر الدنيا، أنا حبيت مود أكتر. جربت اللي هي الصفرا وجربت البني، يعني البني عجبتني جدًا، جدًا، جدًا. لذيذة البني مخطط كده. خلاص اللي هنخلصه يا جماعة نحطه هنا عشان ما نتلخبطش. كده خلصنا ده. انت كده بقى، انت كده جسمك طري، حاطه حمام، غسلتي شعرك الشامبو، حاطه حمام كريم او حاطه بلسم، كده خلاص خلصنا من المنطقه دي. تمام. وحاطه الكيس بتاعك. طيب هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ آه هتغسلي بقى جسمك، هتخشي بقى على جسمك، تغسلي جسمك غسله نظيفه جدا جدا جدا، مره خليكي للاخر معايا، مره بالليفه دي او الليفه دي او الليفه اللي انت متعوده عليها، بس تكون يعني ايه يا جماعه خشنه شويه، ما حدش يقول لي هعمل بايديه، لا انت كده بتلعبي، انت كده داخله تلعبي. فبس غسلتي مره، انت كده غسلتي يا جماعه جسمكم مره، شعركم عادي الكام مره اللي انتوا بتستعملوها عادي بتعملوها عادي مفيش مشكله، مره او اتنين، بس مش اكتر من اتنين عشان برضو شعرك ما يقعش. حطيتوا الحمام الكريم او البلسم وخلاص كده خلصنا. في بقى ايه الخطوات اللي جايه دي زياده شويه. انت مثلا عايزه يعني زياده ترطيب او زياده نعومه. عندك بقى هنا خشن الركب، الكوع، مثلا الركب قلنا، ومشط الرجل مثلا او القدم. عندنا السكراب ده بتاع ملح الحليب بتاع يوكو ده،
يوكو سبا ده كلكم عارفينه طبعا. ده طبعا فوق الممتاز، يعني هو معدي فوق الممتاز بصراحه. ده اكتر حاجه مهما لفيت ورحت وجيت برجع عليه على طول. ساعات بيبقى خشن ساعات، بس مش كل الوقت يعني. انت ممكن تحطي نقطه زيت بيبي اويل مثلا، نقطه كده صغيره، وبعدين اعملي هو. هتبقى حلو. ممكن تستعملي بقى الليفه المغربيه. الليفه المغربيه كاداه يا جماعه، يعني ممكن تعملي بايدك عادي، بس انا ايه، انا مش عارفه تفهموا الحته دي ولا لا. انا بقشعر لما بحط ملح هنا وكده، عند بقشعر يعني. فباخد بقى بيحط بالليفه المغربيه واعمل كده. بس بصراحه بتحكم في الملح اكتر، ما يوقعش مني اكتر زي ما بعمل بايدي. بتحكم فيه اكتر بصراحه. ده سكراب، بس انا كنت جايباه من السعوديه ومش هتلاقوه في مصر هنا. ده كمان ممكن استعمله للمناطق الحساسه او الوش. هو ناعم وخفيف جدا، وما ي... مش حاد زي ده او قوي زي ده. فهتقولي لي بقى تعملي بيه جسمك، لا مش هيجيب نتيجه، يعني انه يعتبر ضعيف. ممكن استعمله الوش كمان حلو. بس انا يا جماعه في الطبيعي قللت جدا السكرابات للوش، قللتها جدا جدا جدا. بقى عندي اوبشنات تانيه كتير هقول لكم عليها دلوقتي. كده انت جسمك يعتبر 95% نضيف، 95%. طيب دلوقتي انت حاطه الحمام الكريم او البلسم. هتعملي ايه بقى؟ هتبتدي تشطفي حمام الكريم، طبعا هينزل على الجسم تاني. فهتضطري تعملي اللي هو دبل كلينزنج تاني. فتعملي بقى ايه؟ حطي حته شاور صغيره هنا، شاور جل. وقومي جايه بقى عامله ايه الشطفه الاخيره بقى للجسم، عشان مطرح مثلا حاجه نزلت على جسمك من حمام الكريم، من البلسم، الحاجات دي كلها، او زياده تاكيد يعني. لان في بنات بيغسلوا شعرهم بيجيبوا شعرهم كده. الطريقه دي طبعا ممتازه جدا جدا جدا، احلى من انك تغسليه كده. دي انا جربتها عن تجربه. خلاص. انت كده خلصت الشاور بتاعك. في بقى اللي هي خطوه، في ناس بيعملوها كل اسبوع، في ناس بيعملوها كل يومين او ثلاثه، على حسب انت يعني بتستعملي الشيفنج كل قد ايه. انا ما اعرفش انت مشعره مش مشعره، يعني ما اعرفش الحته دي بقى. فدي ممكن مثلا تقومي جايه ايه. انا جايبه كذا نوع والله يا جماعه. البينك دي اللي حبيتها اكتر واحده. طبعا كنت جايبه فينوس قبل كده، كانت تحفه تحفه. بس رجعت جبتها تاني لقيتها كانت حظي فيها وحش قوي. كانت بارده جدا جدا، فقمت جايه مغيره بصراحه. وجبت دي اسمها ايه، فكروني بيها يا جماعه، فكروني بيها. اللي هي دي ما عجبتنيش خالص. دي ماركه معروفه. نسيتها خالص. ما عجبتنيش نهائي، عمري ما اكررها. ودي ماركه برضو جبتها، مش عارفه اسمها، بس كانوا اربعه في الكيس، كانت ب 45 جنيه تقريبا. حلوه برضو يعني. اول واحده الحلوه البينك، وبعدين البينك في ابيض، وبعدين الاخضر في الفوشيا دي. انتوا شايفين طبعا. اعملي شيفنج بقى. حطي، اوعي تعملي شيفنج على الناشف يا جماعه. حتى لو جسمك طري، حتى لو انت متاكده ان جسمك طري ومش هيتخربش او مش هيلتهب والكلام ده، لازم تحط. انا بعمل يا اما نقطه بلسم مثلا ما عادش بستعمله زي ده زي ما انا قلت لكم، يا اما مثلا نقطه شاور جل اعملها كده على الجسم، وبعدين تقومي جايه عامله الشيفنج بتاعك. كده انت بقيتي خلاص. كده انت 100% خلاص. جسمك نضيف وشعرك نضيف وشعرك مترطب والكلام ده كله. هتعملي ايه بقى؟ هتقومي جايه غاسله وشك قبل ما تخرجي. دي بالنسبه لي خطوه مهمه جدا جدا. يا جماعه الوش في اللحظات دي وانت بتاخدي شاور بيبقى طري جدا جدا جدا. وان انت لو عملتي كده ممكن تطلعي لو في جلد ميت، بيبقى سهل جدا جدا النظافه، وانك بينضف قوي قوي. غير ما انك تقولي ايه انا اروح اعمل سكين كير. الجلد مهما عرضتيه لبخار او عرضتيه وحطيتي فوطه سخنه عليه كده، ما بيبوش ولا بيبقى طري زي ما تكوني في الشاور. وجربوها يا جماعه. في اللحظه دي بقوم جايه عامله ايه، بغسل وشي. جماعه عايزين تعملوا زي اعملوا، مش عايزين براحتكم. انا بشرتي دي اسفنجه اهي زي ما انا قلت لكم. دي اسفنج. باحط عليها نقطة من ده. خلاص. واعملها كده بحيث تطلع الرغوة. وبكون بلاها من اول الشاور، نسيت اقول لكم دي اهم. بكون بلاها. وبعدين بعمل كده بخطوات دائرية كده. دائرية كده. ده بقى احسن من 1000 سكراب، واحسن من 1000 خطوة جهاز السكرابر، مش عارفة ابرة الرؤوس، الكلام ده كله. وانت في الشاور هتلاقي فعلا بشرتك بتزايق من النظافة. جربوها. لو انت حاسه ان بشرتك بتلتهب بلاش، ابعدي عن الخطوه دي. انا عايزه اقول لكم ان الناس اللي بتاعت زمان القديمه بيحكوا لنا بقى وكده يعني. فانا عارفه كانوا بيغسلوا جسمهم بده كله والله العظيم، وبعد ما يغسلوا جسمهم يدوا بقى ايه لفه على وشهم كده. وكان وشهم حلو، ولا فيه خطوط ولا فيه تجاعيد ولا فيه حاجات من دي خالص. فانا عايزه اقول لكم شغلوا مخكم وجمدوا قلبكم. الاثنين دول مع بعض. شغلي مخك وجمدي قلبك. انت تيجي تقولي مثلا ايه لا انا خايفه استعمل دي، ده انا بشرتي حساسه، يبقى انت كده شغلتي مخك، ما تستعمليهاش. اوعي تستعمليها. لان ممكن تكون بشرتي غير بشرتي. المهم ان هي ماشيه معايا كويسه فل قوي. بالنسبه للغسالات اللي هكلمكم عليها بعدين، يعني اي غسول بيقضي الغرض لو انت في الشاور يعني. مش هو ده قصتنا، احنا قصتنا الشاور كله.
طيب بعد ما غسلتِ وشِك هتعملي إيه، هتخرجي كده؟ لأ طبعًا، أنا بقى باعمل إيه، باقوم جاية غاسلة أسناني بالفرشة ومعجوني، لسه غاسلة أهو، ومعجوني وبرده بتاعة اللسان، اللسان أهي يا جماعة أهي، واقوم جاية بقى إيه، خلاص كده غسلت سناني. ممكن يعني لو خدت دي بصراحة بس الحمام بس قليل لمّا باخدها، ممكن لو خرجت مثلًا وحاسة إن سناني فيها أي حاجة مش عارفة شايفينها دي يا جماعة والّا لأ، دي اللي هي بتسلك السنان بدل خيط السنان يعني. بُصّوا هي دي كنت جايباها العلبة دي كنت جايباها على بعضها، بُصّوا أنا خايفة أفتحها إيه، تتنطر دلوقتي معاكم، بس هو عمومًا فتحها صعب يعني، المهم هي دي، يا رب تكونوا شايفينها يا رب، أهو، يعني بديل خيط السنان. طيب إحنا كده خلّصنا الشاور، خرجتِ عندِك فوطة مايكرو فايبر، ما عندكيش مايكرو فايبر أي حاجة قطن عندِك حطيها على شعرِك وحاولي تربطيها كده، اوعوا يا جماعة تعملوا كده ولا كده ولا الكلام، طبعًا الكلام ده قديم، الكلام ده بقى معروف إن إحنا بنطبطب على الشعر كده، فمش هاكرره كتير. هتخرجي أو قبل ما تسرّحي شعرِك سيبي شعرِك شوية يا جماعة بحيث بيبقى طري جدًا من الجذور، بيبقى عُرضة إن هو يُقع، هو دلوقتي فرصته، هو عايز يُقع دلوقتي، هو عايز والله، فأنتِ ابعدي عنه خالص، كبّري دماغِك منه، تجاهليه، لحد ما تخلّصي بقى ترطيب جسمِك. هتخرجي يا جماعة ترطّبي جسمِك بإيه؟ عندِك CeraVe حلو، يعني معقول يعني ترطيبه حلو يعني أو وسط أو كده، فوق الوسط بشوية. عندِك اللي هو زينكوديرم ده، ده ترطيبه يعني بُصّوا بصراحة يا جماعة يعني ده حاسة إنه يبقى خفيف أوي على الجسم في الشتا. أنا حاسة كده، أنا حتى دايمًا باحطه على إيدي وساعات على وشي زي ما قُلت لكم كده باستهبل، والله العظيم أنا باجرّب يا جماعة في بشرتي ما باخافش، لو في حاجة حصلت لي أي irritation مثلًا أو وشي احمر، وشي بيبان على طول، فبتبعدي يعني مش هتموتي يعني. في برضه خطوة تانية مثلًا دوف، لو حسيتِ إن هو خفيف طبعًا معروف دوف، حاسة إن هو خفيف حطي نقطة جليسرين عليه، جلايسوليد طبعًا ده لوحده magic أصلًا، سحر أصلًا، وفي نيفيا. ممكن تحطي نقطة جليسرين بس يا جماعة من غير أي حاجة، وأي ترطيب عندِك هنا خفيف حطي عليه نقطة جليسرين من الصيدلية يا جماعة، دي برضه كنت جايباها من السعودية، فأنا مش عارفة والله الماركة اسمها إيه، اسمها جليسرين أويل، ده زيت الجليسرين بس ما لكوش دعوة بكلمة أويل دي، أنتم هتقولوا للصيدلي عايزة جليسرين نوع حلو وخلاص، ويعني إيه واستغلوا شوية يا جماعة يعني، ومهما غِلي ما بيزيدش عن 70 أو 100 جنيه بالكتير أوي. خلاص إحنا كده رطّبنا جسمنا، البسي بقى كده وضبّطي نَفْسِك و خُشّي بقى على تسريح شعرِك. شيلي بقى الفوطة المايكرو فايبر وسرّحي شعرِك بقى. أنا بالنسبة لي قُلت لكم يا جماعة دوّة دول الleave in اللي أنا باستعمله، ده كنت باستعمله اللي هو strong feel ده، قُلت لكم إن هو تقيل برضه عشان ما أكرّرش الكلام، فأنا يعني إيه باستبعده شوية بصراحة. أنا باستعمل دلوقتي leave in أفريكانا أهو، ده leave in أفريكانا، هو كميته حلوة أوي يا جماعة، ده ممكن يقعد معاكِ سَنة حرفيًا. وزي ما قُلت لكم باعمل خطوتين leave in مع أي سيرم، في سيروليز، في لوريال، في تريتو، تريتو يا جماعة أهو، أكيد أنتم عارفين شكله، أنا مش عارفة والله أنتم شايفينه والّا لأ، أنا ده كله يعني إيه، بعد ما أخلّص الفيديو مش عارفة خايفة أتصدم والله وألاقي نفسي كنت باسجل لنفسي، باسجل مع نفسي كده يعني. زي ما قُلنا نقطة من ده على نقطة من ده، نقطة leave in نقطة سيرم، أي سيرم يعجبِك يا جماعة، وأنا قُلت لكم على أحلى 5 سيرامات في فيديو قبل كده روحوا شوفوهم برضه. طيب بالنسبة للتسريح شوفوا أنا عايزة أوريكم إيه بقى التسريح بالنسبة للمشط بتاعته، شايفين المشط قد إيه؟ يعني ده أصلًا عايز يعني شعر يعني بُصّوا الفراغات اللي بين السِنّة والسِنّة قد إيه، أنا باعمل كده، باسرّح بده، باسرّح بيه والله هو ده أهم حاجة باسرّح بيه بعد الشاور، لإن الشعر بيبقى في أسوأ حالاته وعايز يُقع زي ما قُلت لكم، وأنا مش مستعدة أسرّح بمشط ضيّق شعري يُقع لأ، مش مستعدة خالص، وبعدين بالِفّه طاقية بقى عندي بِنَس، عندي كلابسات، الكلام ده كلّه، وكده الدنيا تبقى فُل الفُل. نسيت خطوة واحدة بس ودي مهمة جدًا، جدًا، شايفين ده؟ ده بتاع القدم. أنا عندي والله جوّه اللي هو القديم اللي هو كان أسود دوّة بتاع أمهاتنا وكده يعني، طبعًا ده الجديد بقى يعني إيه، بقيت أستبعد التاني شوية باحس إن هو إيه، بيجرّح ال بشرة القدم أوي أو يبقى عنيف عليها أوي. بُصّوا ده يا جماعة صوته، بعد ما تخلّصي الليلة دي كلّها وأنتِ خلاص هتخرجي وكده يعني، اعملي بقى القدم بده. يا جماعة تحفة، تحفة، تحفة بجد، تحفة. هتلاقي وامسكي رجلِك كلّها دعكيها دعكة حلوة كده زي ما بيقولوا، حلوة جدًا، جدًا.
طيب أنا عشان بس إيه نسيت حاجة مهمة جدًا، جدًا، هاقوم أجيبها وآجي أكمّل تاني معاكم. أنا جيت. بُصّوا يا حلوين، ده اللي أنا كنت نسيته. آآ أنتِ خلاص بعد ما عملتِ قُلنا خلاص يبقى أنا عايزة أتكلّم في القدم شوية بس وبعد كده أبقى أعمل لكم فيديو مفصّل عنه. خلاص عملنا رجلينا وخلاص عملنا شعرنا وعملنا رطّبنا جسمنا والكلام ده كلّه، وأنتِ بترطّبي جسمِك برضه رطّبي كعب رجلِك. هترطّبيه بإيه؟ عندِك كريم كرباميد، كرباميد أهو، أنا مخلّصاه يعتبر، عايزة أشتري تاني. هتحطّوا يا جماعة يعني عندكم 1000 option بجد. أي كريم وِش عندكم باظ يعني مركون ما بتستعملوهوش، هاتيه حطي نقطة كرباميد، حطي نقطة جليسرين، حطي نقطة دوف، حطي نقطة جلايسوليد، حطي سيرافي. أي مرطب عندك يا جماعة ينفع للقدم وللرجل كلها طبعًا، بس أنا باتكلم بالقدم بالذات زودي من الكرباميد يعني، لأنه معروف إن هو أساسًا للقدم يعني والحاجات الناشفة أوي. فاقوم جاية لابسة إيه بقى؟ الكتكوت الحلو ده. بصوا الشراب ده شراب، ده من جوه يا جماعة سيليكون، من جوه سيليكون، يا رب تكونوا شايفين. ده يا جماعة إيه هترطبي رجلِك وتلبسيه بقى وتنامي على كده يعني تنامي بيه بقى لحد الصبح، هتصحي تلاقي رجلِك حلوة مرة في التانية في التالتة. لإن أي حاجة عايزة مواظبة، مش من أول مرة يا جماعة خالص يعني. كنت جايبة واحد تاني من SHEIN بصراحة برضه، يعني واضح إن أنا ما لبستوش أصلًا، يعني أنا مش عارفة مش حاباه بصراحة. وبعدين هو تقريبًا للقدم بس، هو للقدم بس مش للرجل كلها. فأنا يعني إيه يعني هو أنا القدم يعني هو اللي باحبه وبقية رجلي ما باحبهاش؟ فبس في يوم من الأيام هاجرّبه إن شاء الله. في إيه تاني؟ اتكلمنا على كل حاجة حتى أسنان صح؟ يا رب يا جماعة تكونوا استفدتوا وأنا جايبة لكم كل المنتجات اللي أنا باستعملها. ولو حد له عنده أي سؤال، عنده نقد بناء، عنده معلومة، عنده نصيحة يقول لي بس. ولو حد عنده سؤال أنا نسيته أو أي حاجة. بعد الشهر ده يا جماعة هتخرجي فُلّة شمعة منوّرة، هتخرجي قمر كده، هتخرجي قمر حرفيًا. كأنِك اتولدتِ من جديد وبشرتِك جميلة وناعمة ومورّدة كده. وأهم حاجة يا جماعة الترطيب، الترطيب، الترطيب بعد أي شاور عميق أو كبير. الترطيب يا جماعة ليه عامل كبير أوي، أوي، أوي. بيحافظ على جلدِك، بيحافظ حتى ما نكبرش بسرعة ولا نعجّز ولا الخطوط التعبيرية تطلع هنا ولا خطوط تطلع في جسمنا ولا الكلام ده كلّه. اوعي تنسي ترطّبي رقبتِك من ضمن الترطيب يعني. بس. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني جديد ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. عايزة comment، عايزة لايك، عايزة تشوفي الفيديو كله بحيث لو انت ليكي اي سؤال في اي حاجة تسأليني. ولو في نقد قولي نقد بناء حلو كده ما تخضنيش. وبس ان شاء الله نتقابل في فيديو تاني جديد ان شاء الله. مع السلامة.